السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى أنا كنت بره بصراحة طول اليوم ورجعت متأخر شوية، فكنت عايزة أعمل أكلة سريعة كده بقى وتكون برضو جميلة كده وتعجبنا وتعجب الأولاد وتعجب حضراتكم. فطبعا أنا بدأت بقى إن أعمل مسقعة جميلة وبطريقة جديدة جدا، وبصراحة اللي علمتهاني أختي الكبيرة حبيبة قلبي أم كريم، ربنا يخليها ليا يا رب. وهي طبعا اللي معلماني كل الحاجات الجميلة دي. هقول لكم بقى على طريقة جديدة جدا غير المسقعة التقليدية بتاعتنا. أول حاجة هنحتاج طبعا لحمة مفرومة وبصل، وطماطم وبتنجان وفلفل. هنبدأ بقى بتقطيع البتنجان مكعبات كده 4 تربع بالطول، وبعدين هنقطعها مكعبات. وهنقطع برضو الفلفل نفس النظام، مكعبات برضو كبيرة شوية زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، غير المسقعة العادية اللي احنا متعودين عليها. بصراحة تحفة. ما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. قطعنا هنا البتنجان مكعبات والفلفل مكعبات. هنعمل بقى نبدأ نجيب طاسة. جبنا طاسة وحطينا البصل. هنحاول ان احنا يعني يخلي البصل يدبل كده، مش هيتحمر ولا حاجة، للدرجة دي يعني اللي حضراتكم شايفينها. وبعد كده هنضيف عليه اللحمة المفرومة. وطبعا اول ما هنضيف اللحمة المفرومة مش هنسيبها كده على النار، هنفضل نقلب فيها نقلب فيها علشان تخرز معانا، ما تبقاش مكلكعة حتت، يعني مكلكعة معانا مش حلوة. نفضل نقلب فيها كده وندوس عليها بالمعلقة بحيث انها تبقى زي مخرزة معانا وجميلة. ايوه، تفضلي تقلبي فيها كده، ما تسيبهاش، عشان اول ما تسيبيها على النار وتعملي اي حاجة تانية هتلاقيها بقت مكلكعة معاكي ومش هتعجبك، زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. نفضل نقلب فيها واحدة واحدة. شايفين الشكل بقى جميل ازاي؟ هنضيف بقى دلوقتي التوابل بتاعتنا. حبة قرفة، حبهان، ورق لورا مطحون، فلفل اسمر، ملح، بهارات لحمة. الله على الريحة جميلة جدا. هنقلب بقى سوا كده شوية مع بعض لحد ما التتبيلة كده تدخل في قلب اللحمة. وهنضيف عليها الفلفل اللي احنا قطعناه. ممكن حد ان هو يقلي الفلفل زي البتنجان، بس انا بصراحة بحب اضيف الفلفل الرومي كده عليها، عشان بيدي طعم جميل احسن، وفايدة الفلفل تبقى مع الاكل ما تبقاش في الزيت يعني، استفاد بيها. هنا هنقلبها شوية، هنشوحها شوية مع اللحمة الفلفل زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هنجيب عصير الطماطم. دي طبعا انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا بعمل الصلصة دي وبخليها جاهزة عندي في الفريزر. عندك عصير طماطم لسه ضرباه في الخلاط برضو مش مشكلة، انا حطيت كوباية كده. حابة تزودي طماطم تاني ماشي عادي، مفيش اي مشاكل، ممكن تزودي شوية كمان. بس انا بصراحة بحبها كده، بتبقى خفيفة ولذيذة يعني كده. هنستنى لحد ما الطماطم تتسبك شوية مع اللحمة مع الفلفل، عشان الطعم الجميل بتاعنا يظهر زي ما حضراتكم شايفين كده. وصلت للقوام ده او الشكل ده. الله، الريحة جميلة. في حاجة بقى هنضيفها كده للبتنجان بعد ما قطعناه. هنضيف شوية ملح وهنقلبها كويس، عشان لو في اي مية ولا حاجة ما يشربش زيت كتير يعني. وهنسيبه شوية، وبعدين هنضيف عليه معلقة او معلقتين دقيق، وهنقلب كويس بحيث انه يتغلف كله بالدقيق. ليه انا بعمل الخطوة دي؟ عشان خاطر ما يشربش زيت كتير معايا، لان انتوا عارفين البتنجان بيحب الزيت جدا. وكمان هتحس ان هو يعني مقرمش وجميل. انتي حتى لو كلتيه كده لوحده هتلاقي طعمه رائع.
وطبعا رحنا الخطوة التانية، حبينا طبعا ولادي بيحبوا البطاطس جدا، قلت اما احمر لهم شوية بطاطس بنفس الطريقة اللي احنا عملناها قبل كده. حمرنا البطاطس وسبناها نص تحميرة في الزيت، وهنرجع نقليها تاني. هنا بقى حطينا البتنجان عشان نحمره المكعبات، هنقلبه على الجنبين لحد ما يديني اللون المناسب. حتى انتوا شايفين جميل جميل، وبصراحة مش شارب زيت خالص وخفيف ولذيذ. جبنا طبعا اللحمة اللي احنا عصجناها بالطماطم، وضفنا عليها البتنجان اللي احنا قليناه، وهنقلب تقليبة كويسة كده. الله، تحفة تحفة تحفة، وجميلة جدا ولذيذة وبطريقة جديدة هتعجبكم كلكم ان شاء الله، وبألف هنا وشفا. احلى مسقعة من اختي حبيبتي الكبيرة، ربنا يخليها لي يا رب. الطعم روعة وخفيفة ولذيذة، وبسرعة بسرعة اتعملت بصراحة، واتمنى انها تعجبكم وتجربوها. ولو في اي تعليق حضراتكم تقولهولي. وشكرا جدا ليكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا، مع السلامة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.